السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض يا جماعة. جبنة كوبايات حلوة جدا وتعتبر اقتصادية جدا جدا. عايزة اوريكم الاول كده. شايفين ان هي كريمي جدا وجميلة، بتتفرد بكل سهولة. شايفين طبعا. انتوا عارفين ان الكوباية دلوقتي بالشيء الفلاني، فطبعا احنا هنعملها بمكونات سهلة جدا وبسيطة موجودة عندنا طبعا في البيت. اهو شايفين جميلة ازاي. تنفع بقى مع الحلويات ومع حد بيحب يتسحر بيها كده، طبعا جميلة. في أيام المدارس بقى للولاد جميلة جدا، هتعجبكم إن شاء الله. وده كان شكلها. هنسمي كده بسم الله ونبدأ في المكونات. أول حاجة يا جماعة بنجيب نص كيلو من اللبن، لبن كامل الدسم. بنحط عليه معلقة من النشا، معلقتين من الدقيق، اهو معلقتين كمان من اللبن البودرة. اهم حاجة يا جماعة لبن كامل الدسم، رشة صغيرة كده من السكر. كمان هحط شوية كده من الملح، طبعا الملح حسب الذوق بتاعكم، تشوفوا بقى بتحبوها مالحة او لأ. اخلطهم كويس كده مع بعض. بعد ما خلطتهم بقى بالشكل ده هجيب طاسة كده وهحطهم فيها اهو بالشكل ده، وهحطهم بقى على النار وافضل على طول اقلب ما اسيبهاش. يعني ايدي فيها، هي مش هتاخد وقت ولكن علشان ما تكتلش. اهم حاجة يا جماعة اللبن كامل الدسم، احنا مش بنغليه، بنجيب لبن كامل الدسم وبنحطه طبعا كده بقى على النار، هو كده كده هيغلي طبعا. معايا هنا بقى معلقتين من القشطة. بعد ما ابتدت تتقل معايا شوية بنزل القشطة. القشطة دي ممكن نبدلها بجبنة مثلثات أو أي جبنة بتحبوها، اللي هي الكريمي ديت. 3 أو 4 قطع. بعد ما دوبت القشطة كده بالشكل ده حطيت ربع كوباية من الزيت. هتحسوا ان الخليط ابتدى يفصل بس ما تقلقوش. حطيت كمان ربع كوباية من الزبدة الصفر اللي هي الدايبة، وهبدأ اني اخلط لحد ما الخليط كله يتجانس، ما يبقاش فيه اي شكل زي اللي انتوا شايفينه كده. اهو شايفين ابتدت خلاص كده. انا حطيت كل المكونات بتاعتي، هبدأ بقى اني اقلب لحد لما تستوي. اهو شايفين خلاص كده. انا بعد كل ده هي كريمي هي وجميلة، ولكن انا تأكيدا عليها هضربها في الخلاط يعني ضربتين كده علشان تكون احلى واحلى. زي ما شفتوا قوامها في الاول. هسويها بس اهم حاجة كويس وبعدين هضربها في الخلاط. بعد بقى ما ضربتها اهي جميلة كده. شايفين بقى يعني مع ضربة الخلاط كمان بتكون احلى، يعني فظيعة. ان شاء الله تعجبكم جدا. شايفين القوام بتاعها. انا كده حطيتها كده في 3 كوبايات، وهبدأ اني اغطي كده الوش. ممكن تحطوها في علبة برضو عادي، ما فيش مشكلة. اغطي كده الوش بتاعها بستريتش كده، وهسيبها في التلاجة لتاني يوم او حسب ما بتحبوا بقى. يعني بس انا عشان هصور يعني طلعتها بقى كده من التلاجة، وهوريكم زي ما شفتوا في الاول كده قوامها الكريمي الجميل. بتتفرد بكل سهولة. طبعا قوامها بيتقل شوية بعد ما في التلاجة. وده بتمنى ان شاء الله يعجبكم، وكل سنة وانتم طيبين. بتمنى بقى منكم لو عجبتكم ما تنسونيش في لايك واشتراك في قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.